اهلا وسهلا بيكم حبايبي حبايب طمطومه. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفه جديده حلوه قوي قوي قوي. يمكن كلنا بنعملها، لكن في حاجات واضافات هضيفها هتخلي الاكل اجمل واحلى علشان خاطرك يا ست الكل. النهارده ان شاء الله هنعمل الفاصوليا الخضراء بالفراخ، وطبعا كلنا بنعملها، لكن جربي التكات بتاعتي وشوفي الفرق ما بينها وما بين اللي احنا بنعملها. اللي ما يعرفنيش الأول، أنا فاطمة خليل، ودي قناتي قناة ماما طمطومة. بقدم وصفات طبخ ووصفات للبيت تدبير، يا ريت تعجبكم وإن شاء الله تنور رضاكم وتحوز رضاكم. وصفتنا النهاردة حلوة قوي قوي، جربيها ويعلقولي وما تنسونيش في اللايك. ويلا بينا بقى على وصفتنا النهاردة، يلا بينا. دي حلة حبايبي جبتها وحطيت فيها معلقة زبدة صغيرة وشوية زيت صغيرين. ودي فراخ العتائي، اللي هي الفراخ الكبيرة الأمهات. على فكرة يا جماعة جربوها، جميلة جدا جدا جدا، وبتبقى بتديكوا شوربة في منتهى الجمال وفي منتهى الطعامة، وهي طعمها تحفة. هي بتغيب في السوا شوية، بتاخد مثلا حوالي ساعة، لكن نتيجتها روعة. طبعا كده حطينا الفراخ بتاعتنا في الزبدة والزيت لما قدحت، وبنقلبها بقى على كل وش شوية كده، نشوحها تشويحة حلوة اهي. الفراخ دي يا جماعة بالنسبة كمان للصدر بتاعها، للناس اللي بتقول الصدر بتاعها بيبقى مفتل، هي فعلا الصدر بتاعها بيبقى مفتل لو احنا طبخناه عادي، لكن لما تجربي بانيه تحفة، احلى من بانيه الفراخ اللي هي العادية. طبعا كده بعد ما شوحنا الفراخ بتاعتنا نبتدي نزودها بالمية السخنة، وطبعا دي عشان تسهل علينا السوا بتاعها وتستوي معانا بسرعة. بصوا مجرد انا ما حطيت المية، شوفوا الشوربة بتاعتها عاملة ازاي، شوربة صفرة وجميلة جدا زي الفراخ البلدي بالظبط، ما تفرقش عن الفراخ البلدي خالص في الطعم ولا في الريحة ولا في اي حاجة. طبعا بعد 5 دقايق غليت. شلت اي ريم كده اتكون على الوش، وحاجه بسيطه. وبعدين هبتدي اضيف المنكهات بتاعتي. هنا قرن فلفل، وطبعا ده هيخلف معاكم في الطعم خالص. وبصلتين كده صغيرين، طماطمايه، فلفل اسمر، وعود كرفس، وحبهان ولورو. وفي حاجه حلوه قوي هنعملها النهارده، هتحول لكم الشوربه دي شوربه رائعه. بس خليكم معايا لاخر الفيديو، وما تنسونوش في اللايك، واللي مش مشترك يشترك وينور قناتي. طبعا هنغطي عليها بقى كده، وهنسيبها حوالي ساعة تقريبا على ما تستوي. طبعا دي الفاصوليا بتاعتنا اهي جبناها. طبعا البنات بقى الصغيرين هوريهم الوقت يعرفوها ازاي. هم كده بيشتروا، يجيبوا واحدة ويكسروها، لو اتكسرت معاهم بسرعة وما شدتش يبقى الفاصوليا طازة. واوعي اوعي الراجل يشوفك عشان ما يزعقلكيش. طبعا هتجيبيها كده الفاصوليا، هتغسليها الاول كويس جدا، وبعدين هنبتدي تقطعي العلق بتاعها اللي فوق واللي تحت، وتبتدي تقطعيها بقى بالسكينة بالورب كده، علشان كده بيبقى شكلها جميل في الطبخة بتاعتنا او في الطبق لما نغرفها بتبقى جميلة قوي. تبتدي تقطعي بقى الفاصوليا بتاعتك، وخلي بالك لو جيتي تكسريها كده ولقيتيها زي ما انا قلت لكم بتشد، يبقى مش حلوه ومش طازه، لكن لما تتقطم معاكي بسرعه دي طازه كده. هقطع كل الفاصوليا بقى. طبعا الفراخ عندي اهي عدى عليها تقريبا كده حوالي، شوفوا حوالي ساعه الا ربع. شوربتها عامله ازاي يا جماعه، شوربه بط مش شوربه فراخ. طبعا هي كده دخلت في السوا. هبتدي ان انا املحها بقى، احط لها الملح بتاعها. وهغطي عليها وهسيبها كمان ربع ساعة على ما تخلص سواها وتشرب من الملح. حلة كده حطيت فيها حتة زبدة صغنونة خالص، يعني ما يجيش معلقة، نص معلقة مع معلقتين زيت. وهبتدي ان انا انزل بقى ايه، دي بصلاية انا افرماها في الكبة مع قرن فلفل، وهبتدي اشوح البصل والفلفل لما ريحة البصل والفلفل تطلع. والفلفل بيدي طعم للفاصوليا رائع لما تعمليه مع البصل كده. بعد ما شوحنا البصل والفلفل نزلنا بالفاصوليا بتاعتنا المتقطعة، وطبعا انا غسلاها قبل ما اقطعها
علشان ما تغسليهاش بعد ما تقطعيها وتفقد من الفوائد بتاعتها كتير. هنشوح بقى الفاصوليا كده 5 دقايق. هنضيف لها نص معلقة كزبرة ونص معلقة فلفل أسمر ونص معلقة كمون. اهو هنزل بالكمون دلوقتي. انزلي يلا، انزلي يا طمطومة. ده بابريكا. و اول نزلت بالكمون، وهنبتدي بقى ان احنا نقلبها كده تقليبه في البهارات الحلوه علشان تشرب من البهارات كده. الفاصوليا طبعا ما اقولكوش ريحتها مع الفلفل والبصل والبهارات ريحتها جميله قوي. بعد كده ده مكعب مرقه خضار من اللي انا كنت عاملاه في البيت، ونزلت بيه كده. وابتدي طبعا عشان لما تجمد هيفك، بس بعد شويه هنزل بقى بالطماطم بتاعتي وهقلب الفاصوليا كده تمام. بعد كده هبتدي بعد ما اقلبها هبتدي ازودها بقى من الشوربه بتاعتنا الحلوه بتاعه الفراخ الجميله دي. جربوا يا جماعه، الفراخ دي رائعه هتعجبكم جدا. هنحط حوالي 4 كبشات كده شوربه على الفاصوليا، وبعدين هنقلبها تقليبة. وطبعا زي اي واحدة مصرية شوية الطماطم اللي بيفضلوا في الخلاط لازم ننزل بيهم. احط نص معلقة سكر على الفاصوليا بتاعتي عشان تعادل الحموضة، عشان معدتك طبعا يا ست الكل. وكده تمام. زودنا الملح بتاعنا الفاصوليا، وهنبتدي نغطي عليها بقى ونسيبها لغاية اما تستوي. لسه في حركة هعملها، في إضافة هضيفها هتعجبكم جدا. طبعا الفراخ اهي بتاعتنا استوت، بقت زي الفل. هبتدي بقى اوريلكم ان هي استوت وجميلة جدا. دي يا جماعة جزء من الورك، من الفخدة بتاعت الورك، يعني الورك مقسوم جزئين ومع الدبوسة يعني 3 أجزاء. يعني الورك يعني ده يعتبر ورك، الورك على 3 أجزاء. يعني بصراحة هي بترمي وجميلة جدا. ولو جربتي الصدر بتاعها بانيه، الراجل يقطعهولك بانيه رقيق، وما تسمعيش كلام حد يقولك هو هيستوي، لا البانيه هيستوي وجميل جدا جدا جدا. طبعا انا كده بقى بشيل كل الخضار اللي انا حطيته للشوربة، الجزر والطماطم والبصل والفلفل والكرفس، كل الخضار اللي انا حطيته في الشوربة علشان احنا هنعمل دلوقتي حاجة هتطعم الشوربة كمان وكمان، وهتخليها شوربة روعة ولونها كده جميل وطعمها رائع. بعد ما نشلت الخضار كله هاخده اضربه في الخلاط بشوية شوربة صغيرين خالص. اهو ضربته. دي الحلة اللي كان فيها الشوربة، فضيتها في حاجة تانية، وحطيت حتة زبدة صغنونة خالص ما تجيش ربع معلقة. وهبتدي انزل بالخضار اللي انا فرمته في الخلاط على قطعة الزبدة دي، وهبتدي اشوحه حوالي 5 دقايق وانزل عليه بالشوربة بتاعتي. الحكاية دي بتخلي الطريقة دي بتخلي الشوربة روعة، لونها بيبقى برتقاني كده وطعمها جميل جدا جدا ومسكرة. طبعا هيبقى اوريلكم، شوفوا لونها جميل جدا وطعمها رائع. هملح بقى الشوربة بتاعتي طبعا. لو هي عايزة ملح تاني هتزودي لها ملح. وهتغلي غلوتين كده 5 دقايق مع الخضار المطحون، وهنطفي عليها. وكده بقت عندنا احلى شوربة واطعم شوربة. طبعا بقى الإضافة اللي بضيفها للفاصوليا وبتخلي الفاصوليا بتوديها طعم تاني خالص هي ايه؟ هي الطشة. معلقة كزبرة مع توم مدقوق طبعا، وشوية معلقة زبدة صغيرة خالص، وبحمر فيها التومة بتاعتنا بالكزبرة. وهنبتدي لما تحمر نطش الفاصوليا بتاعتنا، وكلي أحلى فاصوليا هتدوقيها وطعم وريحة تحفة. اهي طبعا الطشة بتاعتنا نزلناها على الفاصوليا. ريحتها بقى ما اقولكوش، الريحة والطعم، ريحة وطعم روعة جميلة جدا. جربوها يا جماعة مش هتندموا. ويا ريت اللي لسه معايا في الفيديو ما يبخلش عليا بلايك
ويشير الفيديو عشان يترفع، وجربي الفاصوليا بطريقتي ديا. ولسه في كمان حاجة هعملها هتعجبكم جدا جدا، وهتحول لكم دي مش فاصوليا، دي يبقى طبق فاخر من الاخر. بايركس كده او طاجن هنبتدي نحط فيه الفاصوليا بتاعتنا بعد ما طشيناها بالطشة الجميلة بتاعتنا، وهننزل فيه بقطع الفراخ اللي احنا سلقناها، وهنغطي كده الفراخ بتاعتنا بالصوص بتاع الفاصوليا، ونبتدي ندخلها تحت الشواية تاخد لون. وطلع الطاجن بتاعنا ايه رأيكم؟ جميل جدا وطعم وريحة، والفراخ طعمها اكتر من رائع، جميلة جدا جدا جدا، وطعمها حلو كأنك ما بتاكليش فراخ، انت بتاكلي بط، ومستوية وتحفة جدا وجميلة. يا ريت تجربوها وتجربوا الوصفة وتقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات، وما تبخلوش عليا بلايك وكومنت. بصوا فراخ روعة، يا ريت تجربوا الوصفة بالشكل ده، مش هتندموا ابدا على ان انتوا تعملوها. والفاصوليا بالطريقة دي، ودي اكلتي خلصت النهاردة. بصوا الفاصوليا مسبكة وجميلة ازاي، ودي اكلتي النهاردة. يا ريت تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم، واشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة من وصفات طمطومة، ومع السلامة.